النغمه اللي شغاله مش عجباني. النغمه اللي الناس عماله تتكلم بيها دي، كل مره بنتكلم بيها انتوا عارفين بنحصل ايه. اصل خد بالك اللعيب المصري ده عقليته يعني او ازبل من الجزمه. يعني عقليه اللعيب المصري دايما اللي هو ايه، ممكن يعمل عجب طالما هو ايه الطرف الايه الضعيف، واللي ممكن يخسر، واللي محتاج يعمل المعجزه، دايما ايه بتلاقيه بيطلع نار من بقه، يحس بس مجرد احساس ان هو ممكن ان هو مثلا ولو ان هو اعلى سنه، والناس اللي محسساه بده مش شرط ان هو يكون اعلى سنه، لكن هو بس اعلى سنه خلاص بقى. خلاص هو بقى خلاص اقول يعني هضرب لك مثال اكتر من ايه، مثال كاس القارات. فرقه بتتعادل مع البرازيل لحد اخر دقيقه، وبتكسب ايطاليا بطله العالم، وعادي عادي بتروح تخسر من امريكا 3-0، ولو كنت خسرت 2 او 1 كانت صعدت، لكن لا، تخسر 3 وتخرج من البطوله. فالنغمه دي لازم تهدى شويه. نغمه بان ايه، فلومينينزي دي فرقه والله في المتناول، وفرقه لا ده الاتحاد اصعب والمش عارف ايه. احب اقول لك ان فلومينينزي دي فرقه انت ما تعرفش عنها اي حاجه. تقول لي ازاي؟ اقول لك دي بتلعب كوره عمرك ما شفت زيها، ولا يعني ما فيش اصلا فرقه بتلعب. اقرب فرقه بتلعب كره فلومينينزي دي هي فرقه سان داونز، وسان داونز حتى مش الهاي كوبي ولا الكوبي المتوسطه، لا هي الكوبي التعبانه الصينيه اللي هي مثلا الايفون العادي، الكوبي الصين دي. تقول لي ازاي؟ شفت انت وانت بتتفرج على سان داونز مثلا بتحس بعشوائيه، او بتحس انت مش فاهم ده بيلعب فين، وده وينج يمين ولا ده نص ملعب ولا ده مهاجم ولا ده، ما تفهمش كل لعيب مركزه ايه. ده اولا. ما تفهمش هم بيلعبوا ازاي، يعني انت ما تفهم لهمش تكتيك، تحسوا ايه، لعب شوارع من الاخر، يعني لعب حواري. هو نفس الفكره. يعني انا ابسط مثال، الفرقه دي بتلعب ازاي؟ شفت انت جوارديولا واي فرقه واي مدرب واي حاجه في الدنيا كلها بيلعبوا ازاي؟ انت شفت صح؟ ما اكيد شفت يا عم. ما حط لايك، اشترك في القناه عشان نكمل. يلا انزل. مهم. فالفرقه دي بتلعب ازاي؟ كل الفرق بتحاول ان هي تعمل اكبر عدد ممكن من التمريرات، وتفتح الملعب على قد ما تقدر لحد ما تلاقي الثغره اللي بتودي الكوره ليها، اللي بتلعب الكوره في المكان الفاضي. لا، هم مش بيلعبوا الكوره في المكان الفاضي، هم بيروحوا هم للمكان الفاضي. ازاي؟ يعني مثلا اقول لك ايه، الكوره مثلا ناحيه اليمين مثلا مع الاهلي، مثلا الكوره مثلا مع الاهلي، والاهلي مثلا بيحضر ناحيه معلول يا سيدي، الناحيه الشمال مش اليمين. لعيبه الفرقه دي كلها التسع لعيبه ما عدا ممكن لعيب واحد بيروحوا للحته دي، بيروحوا في الزون دي ويضغطوا ضغط متخلف. ولما بياخدوا الكوره مش بيفتحوا بقى وكل واحد يروح مركزه، لا، بيفضلوا في نفس المكان متموقعين في نفس الحته، يباصوا ويلعبوا وان تو هات ويحاولوا يعدوا بمهارات فرديه وشغل كده غريب انت اول مره تشوفه. فلو جوارديولا هو اقصى الشمال، فالمدرب ده اللي هو بالمناسبه بيدرب البرازيل برضه، شوف ازاي بيدرب فلومينينزي والبرازيل، وناس يجي يدرب شباب بني سويف. فالفرقه دي بتروح للمساحه نفسها، الفرقه كلها بتروح للزون اللي فيه الكوره، بيجروا ورا الكوره من الاخر. شفت انت مثلا، هقول لك مثلا، يعني مثلا انت لما بتيجي تتفرج على عيال مثلا او اطفال، مش هي اطفال، عندهم مثلا في تانية ابتدائي ولا في رابعه ابتدائي، في المرحله السنيه دي، جيت تتفرج عليهم مثلا ان هم بيلعبوا مثلا في حصه الالعاب مثلا، ايه اللي بيلعبوا ازاي بقى، ايه الكونسبت اللي الاطفال دي بيمشوا عليه عشان يلعبوا الحاجه اللي هم بيلعبوها اللي هي الكوره طبعا؟ ان هو بيجري ورا الكوره وخلاص. شفت انت بيجري ورا الكوره دي، اهي نفس بيجري ورا الكوره دي بتنطبق نفس كده على الفرقه دي، بيجري الكوره فين هو موجود، الفرقه كلها بتجري ورا الكوره. فده بيدي ميزه وعيب. الميزه الاولانيه ان ضغطهم متخلف، ولما بيستردوا الكوره صراع جدا ومهاراتهم عاليه جدا، كلهم لعيبه شوارع من الاخر، كلهم لعيبه حريفه، فبيزعلوك. دي الميزه. ايه العيب بقى؟ العيب القاتل والخطير اللي مخليهم مستقبلين لحد دلوقتي 47 جون، هو ايه بقى؟ ان انت كله بينقل ناحيه الكوره، ففي حته وينج فاضي هناك ما فيهوش حد، في وينج فاضي مثلا وينج بيرسي تاو، لو احنا بنلعب ناحيه معلول، انت قطعت الكوره، لو قدرت انك تطلع من الضغط وترمي الكوره في الوينج الفاضي، انت ممكن تلاقي نفسك انفراد. الفرقه كلها بيبقى ال10 لعيبه متموقعين في الحته اللي فيها الكوره، الحته الثانيه فاضيه ما فيهاش حد. فده بيخلي ان الاهلي بكره لازم بيرسي تاو، حسين الشحات يبقوا فايقين ليه؟ لان هي الفرقه دي هيبقى ضغطها كله انت تقدر تطلع منه
بالوينجات، ان انت هيبقى في وينج عليه العبء والضغط، وان الكرة عنده فاللاعيبه كلها متمركزه هناك والضغط شغال هناك. لكن وانس ان انت قدرت تطلع وترمي الكوره، تجمع اللعبه وترميه على الوينج الثاني اللي هو ما فيهوش حد اصلا، اللي هيبقى فيه مثلا حسين الشحات او بيرسي تاو على حسب هو انهي وينج، انت يا معلم انت شبه انفراد. شبه انفراد لان دفاعهم ملط. دفاعهم مبدئيا في فيليب ميلو ده عنده 40 سنه، ده راجل بيلعب من ايام الجدود، من ايام عارف انت انوبيس ومنقرع، وان هو بيلعب من زمان، يعني بيلعب من زمان، عنده 41 ولا 42 سنه كمان. وجدي مارسيلو بيلعب باك شمال عنده 38 سنه تقريبا. فدفاعهم اصلا اعماره كبيره، وفي فرقه كلها اعمارها كبيره، تقريبا 9 او 10 لعيبه معديين ال 30. كينو هو ما فيش الا المواجب بتاعهم كانوا ده هو اللي مش كاسر ال 30. كينو ميلو مارسيلو اللعيبه اللي عندهم دي ما عدا، وكمان عندهم مهاجم كويس جدا اسمه كينيدي، ده بيقول لك مستقبل البرازيل ومش عارف ايه. فهم عندهم 3 4 لعيبه، مين هم؟ كينيدي ده، وده بينزل على الدكه، وده اللي جاب الجون واتطرد في الماتش اللي هو قدام بوكا جونيورز. لو انت عايز تفهم الفرقه دي بتلعب ازاي، روح اتفرج على ملخص ماتش البوكا وانت تفهم الفرقه دي اصلا بتلعب ازاي. حلو. فكينيدي ده، وعندهم كانوا ده جايب فوق ال 45 جون في 50 ماتش، اللي هو حاجه مرعبه. المهاجم بتاعهم الارجنتيني. عندهم كمان كينو اللي انا مش محتاج اقول لك هو مين كينو. وعندهم فيليب ميلو ومارسيل شو قافيه، والله تنفع قافيه. دول اللعيبه الاهم اللعيبه في الفرقه. انت اللي عليك بكره ان انت، بس في مشكله كمان في الاهلي. المشكله ان انت مش تقدر تلعب الفرقه دي زي ما لعبت الاتحاد، لسبب مهم جدا. وانت بتلعب الاتحاد انت عارف ان ده مان ده مع ده ماسك ده هكذا. الفرقه دي مش هينفع معاك الكلام ده خالص، لان الفرقه دي اصلا فرقه عشوائيه ما بتعتمدش على اللعب. مثلا هقول لك ايه، مثلا فرقه زي ريال مدريد، طبعا انا مش بقارن ولا بقول اي حاجه، يعني مثلا ريال مدريد معتمد في الهجوم على المهارات الفرديه، معروفه ان هو من رودريجو، اسيست ولا جون من بلينجهام، مهاره من فينيسيوس، ده غالبيه اعتماد ريال مدريد في الهجوم. هي الفرقه دي نفس الفكره، ان هم بيعتمدوا على المهارات الفرديه بس، والوان تو اللي هو ده خد باصي انا هجري لك اديها لي، اللي هو الكره البدائيه، كره الشوارع من الاخر. دي فرقه بتعتمد على كره شوارع لعيبه البرازيل، وده مساعدهم فيه. كمان عندهم لعيب برضه، يعني انا مش فاكر اسمه الحقيقه، بس ده كان بيلعب مع نيمار في سانتوس في اوائله. حلو. اللعيب ده كسر ال 30، بس اللعيب ده كان واخد رقم 10، وكان بيتقال ان ده هيبقى خلاص الفلته، كان بيتقال ان هو ده مستقبل البرازيل. اللعيب ده مشكلته كانت ان هو لعيب شوارع قوي، يعني اللي هو اللعيب الحريف موت يعني، واللي انتاجيته مش اعلى حاجه. فده اللي خلاه ما ينجحش في اوروبا، ولانه برازيلي برضه في التعريف دماغه ايه كمان لعيب شارع، فانت فاهم يعني. فده اللي خلاه ما ينجحش، بس هو لعيب حريف موت، بيلعب بلاي ميكر عنده. فدي فرقه فلومينينزي. دي فرقه زي ما قلت لك اغلبيه اعتمادها على المهارات. انت عشان تكسبهم لازم حاجتين مهمين جدا، لازم انك تبقى سريع في انك تخرج بالكره، تبقى سريع وما تطولش الكره في رجلك نهائي. وتاني حاجه انك تستغل الفرص اللي هتجيلك، اللي هي كتير. عارف انت هتجيلك فرص كتير لان الفرقه دي ما بتدافعش اصلا. حلو. بس الفكره انك هيجي عليك فرص كتير، فهم هيجيبوا جوان، فانت لازم انت كمان تجيب جوان من الاخر يعني. ده ملخص الماتش بكره. فانت لازم انك تستغل الفرص. كابتن كهربا مش هينفع اللي بيحصل ده. الماتش اللي فات ضيع الكوره كده، عمل جون كل حاجه، بس الفينش لازم يظبط، لانه ضيع الكوره كده وتاهت في الزحمه وبتاع. ما ينفعش الفرقه دي، لازم لما تجيلك قدامها فرصه، واللي هيبقوا كتير، عارف اللي هو ايه، احنا بنعمل فرص، عارف اللي هو ايه، احنا بنعمل فرص كتير قوي بس بنضيعها قوي، فاهم اللي هو ايه، احنا بنعمل وبنضيع. فلازم والنبي بالله عليكم تركزوا بس في الفينش، عشان مش هينفع والله. مش هتجيلك فرصه تاني، انت خلاص السنه الجايه وبعديها خلاص 32 فريق، وانت مش ضامن السنه الجايه انك تاخد افريقيا وانك تصعد تلاقي قرعه سهله. فدي فرصتك الاخيره عشان توصل للفاينل. فبالله عليكم يا رجاله، عشان مش ناقصه مفاجآت والله، مش ناقصه مفاجآت. الفرقه كلها معديه ال 30 وانت فرقتك ما فيهاش غير 2 3 لعيبه كده، عشان مش هينفع يا رجاله، مش هينفع والله. دي طريقه لعب فلومينينزي من الاخر. فانت لازم انك تبقى سريع وتستغل الفرص اللي هتجيلك، عشان مش هينفع تضيع، لان الفرقه دي بتجيب اجوان كتير. والفرقه دي عشان تبقى يعني برضو ما تخافش ولا تحس ان هو لا يعني احنا هنخسر، لا خالص. الفرقه دي بيخش فيها جوان كتير، ومركزها السابع في الدوري، اللي هو اصلا 13 14 فرقه.
فيعني منتصف جدول، فاهمني؟ فلازم نركز، بس اللعيبه تركز بكره عشان نقدر ايه نعمل حاجه. لو تسالني في الاخر، يعني تسالني ايه يعني شايف الماتش يخلص كام، انا اقول لك الماتش ده حاجه من الاثنين، يا اما 3-1 للاهلي. تقول لي ايه كل ده؟ اقول لك لان الفرقه دي يا جماعه دفاعها ملط، فانت لو حطيت فيها جول واجبرتها ان هي تعمل زي الاتحاد وتفتح، لا انت ممكن تجيب سكور حلو. والاحتمال الثاني يحصل عكس، ان هي تجيب فيك جون بدري، او ان هي اللي تبدا ان هي بالتسجيل، وتبقى انت اللي مطالب تطارد الماتش، ودي مشكله، دي هتبقى مشكله. فلازم انت اللي تبادر بالتسجيل، او على الاقل ما يخشش فيك جون وتفضل بقى تفتح، لانك لو فتحت قدامها هتزعل جامد. فالماتش ده يا اما 3-1 يا اما 2-1، وانا ارجح ان شاء الله 2-1 للاهلي. 2-1 كفايه قوي، ونصعد بقى الفاينل باذن الله. ما تنساش لو وصلت لحد هنا تشترك في القناه، تحط لايك للفيديو عشان يوصلك اي فيديو جديد. سلام.